تابعوا الأحوال الجوية على قناة أهراس تيوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نتوقع بإذن الله تعالى قدوم اضطراب جوي متوسط إلى نشيط الفعالية، خاصة بالسواحل الوسطى والشرقية، وأقل حدة بالمناطق الداخلية الوسطى والشرقية، محمل بهواء بارد وأمطار غزيرة محليا، ورياح قوية نسبيا، وانخفاض محسوس في درجات الحرارة، وثلوج على المرتفعات الجبلية العالية الوسطى والشرقية التي يصل علوها أو يفوق 1200 متر، وهذا بداية من أواخر مساء الأحد وإلى غاية صبيحة الثلاثاء إن شاء الله. الولايات المعنية بالأمطار: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدا، عنابة والطارف. صلاحية النشرة: الأحد 3 صباحا إلى غاية الثلاثاء 6 صباحا. كمية الأمطار المتوقعة تتراوح بين 20 و 60 ملم محليا. تيبازا، البريدة، البويرة، شمال المدية، شمال سطيف، شمال برج بوريريج، ميلا، قسنطينة، قلمة، شمال سوق هراس. صلاحية النشرة: من الأحد 6 صباحا إلى غاية الاثنين 6 مساء. كمية الأمطار المتوقعة تتراوح بين 5 و 15 ملم محليا. شرق عين الدفلة، سواحل الشلف، سواحل مستغانم، وهران، عين تيموشنت، شمال تلمسان، غرب معسكر. صلاحية النشرة: أمطار متفارقة بين صبيحة الأحد وصبيحة الثلاثاء، وكمية الأمطار المتوقعة تتراوح بين 0.5 و 5 ملم محليا. تكون أكثر غزارة يوم الاثنين على شمال تلمسان وولاية عين تيموشنت إن شاء الله. رياح قوية نسبيا شمالية غربية بسرعة 50 و 80 كيلومتر في الساعة، تجتاح معظم المناطق الشمالية الوسطى والشرقية، خاصة الساحلية، خلال يوم الأحد إن شاء الله. البحر سيكون كثير الهيجان، وعلو الأمواج قد يصل إلى 8 أمتار على السواحل الوسطى والشرقية. بالنسبة للثلوج، متوقع على مرتفعات القبائل والبابور والأوراس بين 1200 متر إلى 1500 متر من صبيحة الاثنين إلى غاية فجر الثلاثاء إن شاء الله. كل هذا والله أعلم. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.